السلام عليكم أحبائي وأعزائي ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وإن شاء الله صحتكم كامل تكون جيدة. اليوم جبت لكم وصفة شوفلوغ مقلي، يعني إحنا نديروه هكذا وكل منزل وكل منطقة كيفاش يديروه. دونك حبيتوا تعرفوا على طريقة التحضير، شوفوا الفيديو حتى النهاية. ما تنسوش ديروا لي لايك لهذا الفيديو وبارتاجي الفيديو بيان سور إذا عجبكم. في البداية واش عندي راس شوفلوغ كيما الشراوه كيما راح ندير لكم. راح نحي هادو كامل الاغصان اللي فيه لاصقين، نحيه بالموس كامل. يعني قبل ما نغسلوش، نحيلو الاغصان كلش من بعد نغسلو. كيما راك تشوفوا بزاف فيه نقاطي كيما كحوله، هذه لازم تنحيهم، نقيهم كامل. انا في الاول جيت نقي هكذا ومن بعد قلت نقسمو خير باش يسهل عليا. دوك دوك نقسمو لازم بالموس، يعني قسمي غير بشويه باش ما يتفتتلكش. يعني في الاول انتي قسميه بالموس ومن بعد فرقيه، يعني يتفرق وحده وحده، شتو كيما راك تشوفوا. ونحي هادوك النقاطي اللي من الفوق، النقاط الكحوله. من بعد انا غسلته، حطيته في طنجره وحطيته في طنجره تكون ثقيله، عمرته بالماء، غطيته وخليته، درت له شويه ملح بيان سور، وخليته يغلي 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 حتى يولي طري. يعني تحطي الموس ولا يطرى يولي طري، التماك صفيه من الماء هذاك كامل. ومن بعد خليه شويه يبرد بيان سور، ونروحوا للتتبيله ولا الخلطه اللي راح نديروها باش نقلو الشوفله. دونك واش عندي فرينه، عندي ربع ربطه قزبر ولا معدنوس، عندي طماطيش تاع البايض مغرفه ماشي معمره، عندي ملح، عندي راس الحانوت نص مغرفه صغيره، ونص مغرفه كركم، ونص مغرفه عكار، وزوج حبات بيض. البيض يولي ليكم يعني على حساب الشوفلوغ اللي عندكم. وعندي الحليب تانيك في صحن يكون واسع، حطي البيض وحطي لي زبيس، الملح نص مغرفه باسكو الملح درنا مع الاول، ما زيدوش، ما ديروش بزاف ماشي قصدي. ونضيف المعدنوس، قلت لكم نص ربع ربطه ولا القزبر واش كان عندكم الحشيش، وديروا مغرفه مغرفه ماشي معمره، طوماطيش تاع العلب تسمى تاع البايض كما احنا نقولوا. الحليب ديروا ربع فنجان هكذاك، ولا نقولوا هكذاك 5 ملاعق. وخلطي مليح 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 هكذا باش تعرفي الخليط تاعك، وباش الطماطيش هذيك تتخلط مع البيض والحليب وكلش. من بعد نضيف الفرينه. الخليط تاعنا لازم يكون شويه ثقيل، باسكو كي تجي تقلي هذاك الشوفلور يعني راح يعني كي تقلى راح يجيه طبقه مليحه، يعني ما ديريهاش خفيفه، باه كي يتقلى مليح هكذا. نضيف الفرينه دوك سا ديبون على حسب البيض ديالك والحليب شحال درتي. قلت لكم انا درت حبات بيض معاهم ربع ولا 5 ملاعق حليب، خلطي مليح. والفرينه يعني تقريبا هكاك انا حطيت 4 ملاعق كبار هكاك فرينه، باسكو بديت نزيد بشويه نخلط 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 حتى ولا لي ثقيل هذاك الخليط. قلت لكم الخليط لازم يكون شويه ثقيل، ما تخافوش مش حد مديروهاش عجينه برك، يعني مديرش ثقيل 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 بزاف هكذا. كيما راك تشوفوا لازم يكون ثقيل ما يكونش خفيف، باه كي تحطوا شوفلوغ راح يعني راح يتغطى كيما راك تشوفوا هكذا. راح نغطيه كامل، نحط الشوفلوغ تاعي بالحبه ونغطيها، ونروح ندير الزيت تاعنا نسخنوها بيان سور باش نحطو شوفلوغ تاعنا. في الاول انايا شفت لا سخنت، درت وحده صغيره من داك يعني يقعدوا هذاك البقايا صغار بيان سور تقلوا كل الشوفلوغ. انا سيد جربت شفت الزيت اذا سخنت كي بدات تسخن نحط الشوفلوغ، نحطيش على نار ناقصه، باسكو هو طايب برك باش يطيب لنا باش يحمر لنا، باسكو اذا درتيه على نار
قليلة راح يجي مزيت يشرب الزيت بزاف. الوغ ديريه على نار متوسطة ولا شوية عالية برك باش يحمر لك. هكذا راني نقلي فيه وندور ندور ندور بيان سور باش يطيب لي يحمر لي من كل الجوانب. كاين اللي يخليه هكذا ذهبي وكاين اللي يحبو حمر. انا نحبو حمر ما نكذبش عليكم، والاختيار راح يولي لكم. بيان سور تكونوا وجدتوا مقبل طبسي فيه بابي باش يشرب لكم هذاك الزيت. ما صورت لكمش الطبسي سمحوا لي. دونك راح نقليهم كامل على هذه الطريقه حتى يطيب لنا كامل. راني قدمته انا بهذه الطريقه، حطيت شلاضه من تحتها، جبت الخيار شرحته وقطعته على هذه الطريقه، وحطيت الشوفلور من الفوق. وديروا نتوما الصوص اللي حبيتوها، اللي حبيتو يعني اللي تحبوا تاكلوها مع لي ساندويتش، تاكلوها مع المشاوي، يعني تاكلوها مع المقلي كيما هذا الشوفلور. حنا في الدار نحبوا الشوفلور مقلي، يعني ما نحبوش بزاف يعني جواز يحبوه غراتان ولا يحبوه بوكو بلوس يحبوه هكا يعني مقلي. دونك انا درته لكم على هذه الطريقه. كاين اللي يعرفوا وكثرتها، كاين يعرفوا بزاف حنا في الجزائر يعني يديروه مقلي بهذه الطريقه. انا حبيت برك نشارككم كيفاش حنا نديروه. دونك هو يجي هايل بزاف. دونك نقول لكم ان شاء الله يكون عجبكم فيديو لنا اليوم. ان شاء الله تجربوه ونصيب عليكم الايجابيه، ان شاء الله نصيب منكم الدعم والتشجيع ليا باش نقدم لكم الاحسن والافضل باذن الله. ان شاء الله نقول لكم تهلاو في روحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.